مش والله الاستاذ كريم الشناوي مخرج جامد جدا، بس هو مخرج افلام معقده شويه، او افلام زي ما تقول فيها قضايا معينه يعني. وساعتها مش هتعرف توقفني. ثانيه واحده بس، هنرجع كده تاني، وريني بقى الواقعه دي. واحنا الفيلم بتاعنا كوميدي، فانا كنت قلقان فخدته على جنب، قلت له كريم حبيبي انت ما اخرجتش كوميدي قبل كده، فانا ممكن اساعدك بالكلام ده. فاتفقنا ان هو يجرب اكشن من عند كريم وقط من عند كريم عشان ما يزعلش. عايز اقول له ريح عشان تستريح. لما واحد بيعمل عمل ولا عملين تقريبا وبيتسمعوا شويه، بيبقى عنده شويه ايجو كده، محتاجين يتظبطوا يعني. هو بصراحه الجمهور بيضغط علينا قوي ان احنا دايما نعمل شغل عالمي وافلام جيده جدا، وده مش الواقع يعني. في اعمال جيده وفي نحت. انت نحل. هو نحله وبيطلع عسل. انا اتقرصت كتير قوي من مخرجين وزملاء عمل ومنتجين، وبالذات في الفيلم ده بصراحه. يعني حاسه ان هو بيمثل تمثيل ديمي سيزون كده، يعني اللي هو لا صيف ولا شتاء. فمؤكد كان في بعض المناكشات والاستظرافات، فمؤكد انا اتضايقت فاتعصبت. هستنى لو هو اتكلم انا هتكلم. احنا بنعملها ان هي ايه ده، هو في الفيلم هو كان كلمني يقول لي عشان عايز شغل، فغالبا طب كويس ان هم افتكروه، يعني انت افتكروا. مش قصدك بيومي هو انت بتقول لي يا استاذ؟ انت مؤدب قوي. انا لسه مبتدئ برضو بجد، ما بفهمش الداينامكس بتاعت الممثل والمخرج. الناس دي انا داخل معاهم فيلم تاني، فمش عايز اخسرهم، فاهم قصدي؟ السادة الأفاضل، فيلم كل حاجة فيه غلط. بس هو الاختلاف لا يفسد للود قضيه يعني.